يلا نعمل مع بعض طاسة سجق وطاسة كبدة بطعم مختلف. السجق انا بحب الاول اديله غلوة من دقيقتين ل3، بينزل كل الدهون اللي فيه، وكمان بيفضل متماسك لما بنيجي نقطعه، وفي السوا بتاعه بيبقى اسرع. بعد كده في طاسة على النار، بعد ما السجق بياخد الغلوة بتاعته، انا بقطعه بعد ما اصفيه من المية كويس قوي، بقطعه وبنزل بيه في طاسة بمعلقة سمنة او معلقة زيت، وممكن نستغنى عنهم خالص. يتشوح الاول لوحده، بعدين ننزل بالخضار. انا نزلت بطماطم وفلفل اخضر، ممكن كمان ننزل ببصل وفلفل الوان زي ما تحبي فيه الخضار، وبسيب الخضار يتشوح مع السجق كويس جدا. بعدين بنزل بيه معلقتين من دبس الرمان. دبس الرمان يا جماعة تحفة بجد، بيغير طعم السجق تماما. هسيبهم ارش عليهم رشة فلفل اسود، واسيب الصوص يتقل بس لمدة دقيقة واحدة، لغاية لما الصوص يتقل في السجق. السجق انا قدمته، رشيت عليه رشة من البقدونس. عايزة اوريكي السجق متماسك مش مفرول بسبب الغلوة الاولانية. هنا بقى الكبدة انا مش بغسلها، انا بس بعصر عليها ليمون وبسيبها تصفي كل ميتها في مصفى ستانلس. بعدين ببدأ اقطع الكبدة شرايح بالطول، ونبدأ نتبلها بقى. التتبيلة بتاعت الكبدة سهلة جدا، هي عبارة عن كمون، ملح، فلفل، توم، معلقة توم كبيرة كده وبس. انا مش بحط عليها توابل تانية خالص. الثوم، وكمان ممكن فلفل اخضر، بس حطيت فلفل اخضر معاها في التتبيله. فلفل رومي ممكن لو عايزه فلفل حامي براحتك. انا حطيت جزء من الثوم والباقي هسيبه، هستخدمه تاني واحنا بنسوي الكبده. الكبده لما بنتبلها بنسيبها حوالي ساعه كده في التلاجة، وكمان عصير ليمون. بس تاخد كده تتبيله منها، وعايزه تسيبيها من بالليل للصبح كمان بيبقى طعمها احلى، بتشرب اكتر من التتبيله. في طاسة على النار بقى بنزل بشوية زيت ومعلقة سمنة بلدي، بتديها طعم تحفة. باقي الثوم انا بنزل بيه في الزيت والسمنة، اشوحه بس ياخد لون ذهبي كده مش يحمر، وبعدين بنزل عليه بالكبدة. واحنا بننزل بنشوح الكبدة بنزل بجزء جزء، بحيث ان الطاسة بتاعتي ما تبردش على طول والكبدة تنزل المية بتاعتها، لا انا عايزاها تفضل متماسكة وطرية من جوه، ما تنزلش المية بتاعتها. فهنزل بالكبدة جزء جزء ومش بقلبها، بسيبها تاخد لون من على الوش الاولاني، وبعدين ببدأ بقى اقلب الكبدة بالراحة خالص، وبهدي عليها النار وبغطي عليها وهدي عليها النار واسيبها تستوي مع نفسها. ممكن لو حابة تزودي بقى شطة، تزودي كزبرة، دي حاجات بترجع لك انتي زي ما انتي حابة. انا بحب اقولك ان يعني انا عن نفسي ما بحطش اي توابل فيها اكتر من الفلفل والكمون والملح. الكبدة بقى لما بنيجي نقدمها بننزل عليها برشة من البقدونس وعصرة الليمون، بتديها طعم مختلف. ده كان فيديو النهاردة، يا رب يعجبكم، وياريت تجربوا الطريقة دي، وقولولي في الكومنتات ايه رأيكم في الكبدة والسجق.